اخبار حصريه، اخبار بص اليك نازله من شجره الزيتون اليك مباشره، اخبار في الجون، اخبار عالميه واخبار حصريه، وزي ما انت عايز تقول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، تحياتي لكل اصحابي وكل حبايبي. نبدا الكلام كعادتنا بذكر الله، فلا اله الا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا جماعه، خبر في الجون خبر في الجون خبر في الجون. ايه الموضوع؟ بيراميدز يرغب في مصالحه الاهلي، وكمان يرغب نادي بيراميدز في صفقه الانقاذ للاهلي. بالنسبه لهم وفي تخيلهم عايزين يدوا صفقه للنادي الاهلي، مفكرينها هتبقى صفقه الانقاذ للنادي الاهلي. مين طب يا عم اللي هيعمل ده كله؟ يقول لك محمد حمدي الباك الشمال. هننقذ النادي الاهلي من عدم وجود باك شمال معاه، وهنديلكم محمد حمدي. ليه ده كله بقى؟ ليه ده كله؟ صحاب ملاك نادي بيراميدز متضايقين ومخنوقين من اللي عمله. مش عارف اسمه ايه، عيد كده اللي ماسك النادي في مصر هنا، تمام؟ فالاداره متضايقه منه بعد اللي عمله محمود الخطيب. اولا شابوه للكابتن بيبو، اول رئيس نادي في تاريخ العالم يدخل جمهوره مباراه على حساب النادي. عمرها ما حصلت في تاريخ الكره العالميه والمصريه والافريقيه والاوروبيه، وزي ما انت عايز تقول. النادي الاهلي اول نادي في التاريخ يعزم جمهوره على مباراه ويشتري له التذاكر ويدفع ثمن التذاكر. تخلي التذكره درجه ثالثه ب 200 جنيه ليه يابا؟ مفكر جمهور النادي الاهلي؟ بص، جمهور النادي انت كده يعني بص عديت 80 مليون اهلاوي. اغلبيه الشعب المصري يا بتوع بيراميدز اهلاويه. مش هتشوفوا نور. المهم مفكرين بقى ان هم لما هيدونا محمد حمدي ظهير ايسر نادي بيراميدز هيقول لك دي صفقه الانقاذ للنادي الاهلي. لا يا باشا خليها لك. ده احنا بسبب اللي انتوا عملتوه ده بص يعني مش حاجه واحده، ده كذا يعني ده احسن حاجه عملتوها في تاريخه. ليه؟ اكبر حافز للاعيبه النادي الاهلي ان هي ترد كرامه جمهورها في الملعب وتاكل الارض وتاكل النجيله، وهنحقق فوز تاريخي باذن الله هنحقق فوز تاريخي على نادي بيراميدز. ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثه، لعيبه النادي الاهلي هتنزل هتاكل النجيله بسبب الجمهور وزعل الجمهور من التذكره بتاعت الدرجه الثالثه اللي ب 200 جنيه. لا ده مش بس كده، ده بدل ما كان جمهور النادي الاهلي طول عمرنا عارفين الثالثه شمال، حطوهم في الثالثه يمين. يعني انا مش عارف النادي ده معمول، يعني سبحان الله. بس هتبص كل ده انا متفائل بيه. ليه؟ لان لعيبه النادي الاهلي مش هتسكت على زعل جمهورها، وكل ده هيجي على دماغهم. انما محمد حمدي مين اللي احنا ناخده؟ لا خليه لك يا باشا. محمد حمدي مين اللي صفقه الانقاذ للنادي الاهلي؟ احنا نلعب باي حد يا باشا، ومعانا علي معلول ملك الحلول بتاع الزغلول، يا باشا. كلها شهرين ثلاثه ويرجع لمستواه ويرجع لناديه ويرجع يكسر الدنيا تاني. انما تقول لي محمد حمدي، لا خلوه لكم. محمد حمدي ده خلوه لكم يا باشا، ما بياكلش معانا الكلام ده، اكبر غلطه عملها اداري نادي بيراميدز ان هو غلى تذاكر الدرجه الثالثه على جمهور النادي الاهلي. اكبر حافز للاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العمله اللي عملوها دي هندغدغ الدغادير وهنزلزل الزلازل وهنكسر. بص مش هنخلي حاجه، لا هنخلي اخضر ولا يابس. لعيبه النادي الاهلي هيبقى بص يعني مع احترامي للناس كلها هيطلعوا 200% في المباراه دي، 200% بسبب اللي انتوا عملتوه وتغليه التذاكر على جمهور النادي الاهلي. تمام؟
ممدوح عيد، اسمه ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز المصري اللي اسمه ممدوح عيد، اللي حط صاحب النادي في ورطه. يا صاحب النادي يا شمسي باشا، ممدوح عيد هيخرب لك النادي. ممدوح عيد ما عندهوش اداره بسبب، ما عندهوش اداره بشرم، ما عندهوش فن الاداره بمليم يا راجل. ممدوح عيد ده يتحط على الجنب ويتركن على الرف. ممدوح عيد هيبوظ لك النادي. ممدوح عيد بيعادي اكبر جمهور في الشرق الاوسط. ممدوح عيد بيكره جماهير النادي الاهلي في بيراميدز اكتر ما احنا كارهينه. ده اداره فاشله يا شمسي باشا، ده اداره فاشله. ممدوح عيد ده هيقفل لك النادي وحطك في ورطه. بعد ما الخطيب يجي اسم الخطيب لازم تعمل له شابوه، اول رئيس نادي في العالم يشتري التذاكر ويوزعها على جمهوره عشان خليتها ب 200 جنيه. ليه 200 جنيه؟ الدرجه الثالثه ب 200 جنيه. اشرب يا باشا، شابوه للكابتن محمود الخطيب، اول رئيس نادي في العالم يشتري تذاكر للجماهير ويحضرهم ببلاش عشان اللي انتوا عملتوه. يبقى كل الناس حط عليكم، تمام؟ كل الناس حط عليكم يا باشا، كل الناس حط عليكم، تمام؟ ولاعيبه النادي الاهلي باذن الله وباذن الرحمن وان شاء الله هتحط عليكم حطه ما يعلم بها الا ربنا في المباراه، تمام؟ بعد ما خليتوا التذاكر الدرجه الثالثه ب 200 جنيه. اشرب يا بيه، تمام؟ النادي الاهلي يا جماعه بص داخل المباراه ولاعيبه النادي الاهلي حياء وموت، هياكلوا الاخضر واليابس ومش هيخلوا لعيبه بيراميدز تشوف قدامهم من الاخر بسبب اللي عملتوه في جمهورهم، تمام؟ ده كله اكبر تحفيز للاعبين لخوض مباراه عاليه. ومش بس كده، لا مش بس كده، ده جمهور الاهلي عاوز انتصار تاريخي يا باشا. جمهور الاهلي عاوز انتصار تاريخي للاهلي على هذا النادي اللي معمول كيدا في النادي الاهلي، تمام؟ طيب نروح بقى لنادي الزمالك الذي يفاوض رمضان صبحي. حاجه تموت من الضحك لما يطلع الكابتن بشير التبعي ويقول لك الحكايه والروايه والنادي الاهلي هو السبب في ايقاف رمضان صبحي، وبيقول اي كلام في اي بطيخ. طلعنا قلنا ان الكابتن احمد سليمان قال لرمضان تعالى نادي الزمالك يا رمضان واحنا هنحل لك اي مشكله. حصل. طيب ادي نادي الزمالك يا كابتن بشير بيفاوض رمضان صبحي. يلا بالهنا والشفا. عشان ما اطولش عليكم بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.